أغرب الأشياء التي وجدت في بئر زمزم. بئر زمزم يقع بمكة المكرمة في الحرم المكي على بعد 20 متر من الكعبة، وهذا البئر يضخ 18 لترا في الثانية الواحدة، ويبلغ عمق البئر 30 متر. في هذه الحلقة سوف نتعرف على ما وجدوه في بئر زمزم. جعل الاهتمام بهذا البئر المميز، وأكدت فرق من الباحثين هذا الاختلاف بوسائل علمية حديثة من الغرائب التي حدثت أثناء ذلك. نزل فريق من العلماء إلى بئر زمزم لتحديد منابع البئر، ولكن البوصلة تعطلت ولم تعمل، وتم تغيير البوصلة لعدة مرات وأيضا لم تعمل، فلم يتمكنوا من تحديد اتجاهات المنابع، فجاءوا بكاميرات فيديو حتى يتعرفوا ما الذي حال دون ذلك. وكانت المفاجأة، وجدوا أشياء كثيرة سقطت في البئر، واستخدم الغطاس أنبوب الأكسجين، فوجدوا أواني نادرة وعملات لم يقدروا أن يعرفوا تاريخها، وقطع من الرخام، وقطع كانت تكتب عليها الأسماء وترمى في البئر. يقول أحد المشرفين على عملية التنقيب في داخل البئر أن كل 50 سنتيمتر كانت ترجعهم 50 سنة للوراء، ولكنهم في الأخير وجدوا البئر عمودي، وفي النهاية يأخذ ميلا باتجاه الكعبة، وهذا الجزء كله عبارة عن نقر في الصخر، وأصبح هذا العمق الصخري كخزان ماء يتجمع فيه مياه زمزم. بعدما نزل الغطاسون البئر وأخذوا عينات من ماء زمزم من داخل المصادر التي تأتي من اتجاه الكعبة للتحليل، والشيء الغريب أن العينة التي أخذت من اتجاه الكعبة لا يوجد بها أي ميكروبات كالمياه العادية، فسبحان الله. إذا